السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلويات نور. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل بصحة جيدة وانتم تشاهدوا الفيديو تاع اليوم. الوصفة تاع اليوم ان شاء الله جبت لكم ابسط حاجة ممكن تجربوها واسهل حاجة والذ حاجة في نفس الوقت. تجي بزاف هايلة، تحلية راقية ولا كيكة راقية، يعني سموها كما حبيتوا، لكن صدقوني تجي من اروع ما يكون في الذوق. مكوناتها بسيطة وتوجدوها في وقفة. نروح مع بعض نشوفوا إذن المقادير وطريقة التحضير، ونبداو على بركة الله. عندي هنايا مقدار 250 غرام تاع البسكوي يكون مطحون. البسكوي اللي استعملت ماكاو بذوق الشوكولا. راح نزيد نحط عليه مقدار 150 غرام تاع المارغرين تكون ذايبة ودافية، ما تحطوهاش وهي سخونة هكاك، خلوها حتى تدفى شوية وحطوها فوق البسكوي. راح نخلط مليح هذيك المارغرين مع البسكوي مليح مليح بهذا الشكل. نحاول نضغط هكا يعني على المغرفة باه يتشربوا كامل حبيبات البسكوي هذيك الزبدة ولا هذيك المارغرين. فوالا بهذا الشكل كما راكم تشاهدوا. هنايا تشمخ لي نورمالمون، تشمخ لي البسكوي كامل. نجيب المول اللي راح نخدم فيه، انا راح نستعمل هذا السارسو ولا هذا المول ولا هذا الاطار. ماشي شرط يعني هذا الشكل، تقدروا ديروا دائري، قلب، مربع، كما حبيتوا. وبالنسبة للمقاس نتاعو 25 على 15 سنتيمتر. نجيب هنا البسكوي اللي كنا وجدناه مع الزبدة، خلطناهم مليح، راح نحطهم داخل الإطار بهذه الطريقة. مع الأول راح نمشيه شوية ونساويه على كامل الإطار، يعني ما نخليش جهة طالعة وجهة هابطة، نحاول نديرو كامل يكون مستوى واحد بهذه الطريقة. من موراها راح نبدأ نضغط هكا بالمغرفة كما راكم تشوفوا. من بعد ما نضغطوا عليه ركزوا شوية على الأطراف، يعني حاولوا تغلقوهم مليح بالبسكوي هكا باه كي نحطوا الخليط نتاعنا ما يسيحلناش. المهم هنا بعد ما كملت يعني ضغطت مليح على البسكوي تاعي وسقمت القاعدة جيدا، راح نحطوه في المجمد مدة ربع ساعة ولا يعني بين ما نوجدوا الخليط نتاعنا. هنا عندي في هذه الكاسرونه راح نحط 4 كيسان تاع الحليب بهذا الشكل. راح نزيد نحط عليهم 2 علب من فلون ذوق الكراميل. انا استعملت ذوق الكراميل، اللي ما تفضلش الكراميل ممكن دير الذوق اللي تفضلوا، سواء فاني ولا شوكو ولا. المهم نخلط مليح الخليط نتاعي ونحطه فوق نار تكون شويه قويه مع التحريك المستمر حتى ياخذ الغليه الاولى. بعد ما يغلي نحيه مباشره فوق النار كما راكم تشوفوا. في هذا الوقت راح نزيد نحط عليه 2 علب من فلون كراميل بهذا الشكل ولا كريم ديسير كراميل. نخلطهم مليح بهذه الطريقه، وبعدها راح نزيدو نحطو كاس يكون معمر من البسكوي المطحون. انا استعملت بيمو بهذه الطريقة، ونخلط كلش مع بعض كما راكم تشوفوا. المهم هنا انا بعد ما خلطت يعني كلش مع بعض زدت ميكسيت شوية الخليط نتاعي، ميكسيتو غير شوية برك ماشي بزاف. المهم هكا باه تحصلوا على خليط يكون ناعم مليح، ما يكونوش فيه يعني هذوك الحبيبات نتاع الكاطو ولا تاع البسكوي اللي درناهم. اما هنا عاودت جبت البسكوي تاعي من المجمد ونفرغ عليه الخليط اللي كنا وجدناه بهذه الطريقه. ما هو سخون فرغوه يعني طبعا هكا باه يتماسك لكم. نخليه شويه برك على برا، بعدها راح نحطوه في المجمد حتى يتماسك تماما. انا خليته مده ساعه واحده برك، يعني لا اكثر. وبعد ما فاتت ساعه حاولت جبتها مره اخرى وديموليتها بكل سهوله كما راكم تشوفوا. يعني هذاك الاطار ولا السيرتو اللي درتوه راح يتنحاكم في ساعه، راحش يعني يلصق لكم ولا يغبنكم كامل. فوالا هنا جبت كميه من الكاكاو نرش فوق الكيكه تاعي بهذه الطريقه. والناس اللي ما تحبش الكاكاو ممكن تعوضوا بالشوكولا، لكن تحط الشوكولا قبل ما تديموليها هكا باه يعني تجي الخدمه منظمه وباهيه ومتحوفه. اما هنا راح نقسمها لترونش هكايا بهذا الشكل، يعني انا فضلت نقسمها بهذه الطريقه. وصراحه يعني جاء الشكل تاعها تحفه، الوان متناسقه والذوق ولا اروع. البنات صدقوني جيت قراف 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 بنينه.
بالنسبه للكريمه هنا، بالك كاين اخوات ما يحبوش الكريمه طالعه هكا ولا طبقه خشينه هكا بزاف، ممكن تنقصوا برك من كميه الحليب وما ديروش 2 علب تاع الفلان، ديروا علبه واحده. يعني كما كنتوا تشاهدوا في بدايه الفيديو ولا كي وجدنا الكريمه، انا درت 4 كيسان تاع الحليب و2 علب تاع الفلان. انتم الا ما تحبوش يعني هذه الكميه، ديروا علبه واحده تاع الفلان و2 كيسان تاع الحليب، هذا مكان ولا 2 كيسان ونص. نتمنى ان شاء الله مور ما تشوفوا هذا الفيديو تجربوها وتنجح لكم وتعجب لكم وتشاركوها. صراحة من اروع ما يكون، خفيفة ظريفة سهلة وسريعة، والله راني قلت لكم يعني توجدوها في وقفة وما تديش كامل الوقت معكم بزاف. واخيرا فوالا يا البنات، هذو هما لي طرونش تاوعنا، هام لكم واجدين. صراحة خرجوا تحفة شكلا ومذاقا، من اروع ما يكون، طريقتهم بزاف سهلة وبسيطة، وراني قلت لكم ونعاود لكم يوجدوه بالخف، ما يديوش كامل الوقت بزاف. يعني خاصة اللي عندكم ضياف ولا راح توجدوهم ليه ليه. وحنا دائما لازم تكون عندنا الفارينة والبيض في الدار باش نقدروا نخدموا حاجة، لكن هذه بلا فارينة وبلا بيض وبلا سكر بلا زيت، وتقدري تخدميها وبكل بساطة وتتحصلي على أروع نتيجة. إذا حبيباتي، كانت هذه الوصفة اللي حبيت نشاركها معكم اليوم، تحلية من أروع ما يكون بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. نتمنى من كل قلبي تعجبكم وتجربوها، وإذا عجبتكم نتمنى تشاركوها مع أصدقائكم للاستفادة. ما تبخلونيش من جانب للوصفة وللفيديو، وما تبخلونيش بتعليقاتكم الرائعة. خليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.